وابن خالته. فلما اتولدوا الاثنين طبعا قريبين من بعض خالص. انتوا عارفين تبت يد ابي لهب وتب. ابو لهب ده عم النبي عليه الصلاه والسلام، اخو حمزه. كان ليه مولاه يعني جاريه اسمها ثويبه. وثويبه دي كانت تبارك الله من الستات اللي هي ايه بتضن كده يعني مليانه لبن. فكانت بترضع آل بيت عبد المطلب. فرضعت 3. رضعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي ثويبة دي قبل حليمة السعدية. ورضعت حمزة رضي الله عنه. على فكرة أنا هقول الدرس واللي يسمع واللي عايز يتكلم يتكلم. فأرضعت 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة، وأرضعت أبو سلمة بن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. 3. فصارت 3 اخوات من الرضاعة، النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين. فلما أرضعته صار أخا له. يبقى كده 3 قرابات، عمه وابن خالته وإيه وأخوه من الرضاعة. واضحة خالص كده. حمزة بن عبد المطلب مكتوب في السماوات السبع أسد الله وأسد رسوله. إزاي أسلم حمزة؟ حمزة ما كان مسلما. طيب على كل أنا هنهي الدرس. انا سامعك يا شيخ والله. ما كله بيتكلم. الحاجة قاعدة تتكلم اهيت، والثانية بتتكلم، والرابع بيتكلم. انا سامعك يا شيخ ودني معاك والله يا حبيبي. انتبه لك بالله. ربنا يسلمك. انتبه والله يحفظك. ده حاجة يعني حتى لو انت مش عايز تتعلم جديد، اي حاجة تسلي لك الطريق. لا انا عايز اسالك مع ان يعني هذا الدرس مبثوث على البث المباشر، واخواننا في كل انحاء الاماكن بيسمعوا وعايزين يتعلموا. فانتوا بس الصوت الله يكرمكم. كيف اسلم حمزة؟ حمزة ما كان مسلما، لكن الله دبر امرا عجيبا ليسلم حمزة. بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة يدعو لدين الله عز وجل، إذ قام له أبو جهل وما زال يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد عليه وأقذع له، يعني اتكلم كلام مش مظبوط ورجل مش محترم أبو جهل. والرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الأدب ما رد عليه كلمة. وكان حمزة قد خرج يصطاد، ركب فرسه وأخذ رمحه وكلابه ومضى. غزال، حمار وحشي، أي حاجة من الحاجات دي. فلما جاء يعني حمزة طاف بالبيت 7، فقام له رجل وقال له: إن أبا الحكم اللي هو أبو جهل سب ابن أخيك اليوم سبا مقذعا، شتم شتيمة يعني. فغضب حمزة جدا، ويعني طبعا ده أخويا وابن أخويا وابن خالتي، ده أنت مش عامل حرمة لحد خالص، ده أنت بتشتمه. ومش بقى رايح يضربه على إنه شتم النبي عليه السلام، لا، يعني حمى جاله يعني غيره على القرابة. الله ده أنا عمه، وبعدين ده أخويا من رضاعة وابن خالتي، إزاي تشتمه؟ فذهب إلى أبي جهل في مجلس القوم وأدار القوس وشج رأسه وقال له: ها أنا ذا واقف فلتأتي، يعني انتصر مني إن شئت. أتشتم، شوف بقى الكلام بقى اللي خلاه يسلم، أتشتم ابن أخي وأنا على دينه. كلمة طلعت كده منه.
على طول ولا يمين؟ انا انت ماشي كده. هو خالص ما كانش عنده اي فكرة في الاسلام، ولا هو مسلم ولا هو على دين، بس هي طلعت منه كده. هو هناك في الاخر كده على الشمال. اتشتم ابن اخي هو وانا على دينه. فقام له رجال من بني المغيرة، فقال ابو جهل لهم يعني وهو بيتلقى الدم كده من على راسه، قال دعوا ابا عمارة، سيبوا حمزة، فلقد اقذعت لابن اخيه اليوم، يعني انا اشتددت عليه جدا وقلت له كلام ما ينفعش، سيبوه يعني ما لا تؤاخذوه ولا تقوموا له ولا تكبروا المسائل، لان احنا هندخل كده في متاهات ضخمة. فرجع حمزة وهو مضطرب، كيف يقول هذا الكلام؟ هو ليس على دينه. وبعدين كان عندهم يا جماعة، وإن كانوا عربا في الجاهلية، كان الكذب عندهم دي حاجة كبيرة قوي، ما عندوش استعداد يكذب. ويكذب ليه؟ زعلان ان هو بيكذب. يكذب ليه؟ فما نام هذه الليلة. ثم لما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا ابن أخي لقد قلت كلمة بالأمس أنا لست لها، يعني لست من أهلها، فكلمني عسى الله أن يبصرني. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن ودعاه إلى الله تعالى، فشرح الله صدره للإسلام. الله. في نفس الأيام أسلم عمر رضي الله عنه. وبرضه قصة عمر جميلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات ليلة اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أو قال أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، أو عمر بن الخطاب شهم قريش. ثاني يوم أسلم عمر، لأن عمر قال دلوني على محمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعني سيدنا عبد الله بن أم مكتوم الأعمى لما سمعه قال يا عمر لو تعلم عسى الله أن يكون قد استجاب دعوة نبيه فيك، تبقى أنت السعيد اللي هتسلم. فجاء وفتح له النبي صلى الله عليه وسلم الباب، وكانوا فاكرين انه جاي الشر يعني. فقام حمزة ليتلقى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يفتح له إلا أنا. فلما فتح له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عمر وأعلن إسلامه. إيه اللي حصل بقى؟ سيدنا عمر لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يبقى مجلس كنت قد أعلنت الكفر فيه والصد فيه عن سبيل الله إلا أعلنت فيه إسلامي وأذقت الكفار مما أذقت منه المسلمين. زي ما كنت بعذب المسلمين عدني كافر يتعرض. فخرج عمر وقال من أنقل الحديث في قريش؟ قالوا رجل اسمه جميل. قال له يا جميل إني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصار يضرب كفا على كف وينادي يا